كلنا عارفين ان اغلب المسلسلات اللي نزلت السنه دي في رمضان 26 هي مسلسلات ضعيفه وسيئه جدا، وعايز اقول لك المفاجاه ان المسلسلات في رمضان 2027 هتبقى اسوأ من المسلسلات اللي نزلت السنه دي، عشان 10 مشاكل بتخلي المسلسلات بتاعتنا وحشه وما بتنافسش اي حد بره. واول مشكله معانا وهي التصوير لاخر لحظه. يعني انت شفت السنه دي ما يقلش عن 3 4 مسلسلات عرض الحلقه الاخيره بتاعهم متاخر بسبب ان هي لسه في المونتاج، وبالتالي هتلاقي الحلقه الاخيره واللي قبل الاخيره متكروته. يعني عندك مسلسل عين سحريه اللي انا بشوفه هو افضل مسلسل نزل السنه دي، كان طلع اخبار ان المسلسل ده بيتصور لحد قبل العرض الحلقه الاخيره بيومين، لدرجه ان انا شفت كواليس المشهد بتاع باسم سمرة في المرافعه، لقيت كل الممثلين جنبه نايمين، فانت متخيل هم رايحين يقلبوا الدنيا وخلاص. والمشهد ده يعني المشهد ده لو كان هم اشتغلوا عليه شويه كان هيطلع اجمد من كده بكتير. وبرضه بيترتب على التصوير لاخر لحظه ده ان هو بيكروت لك القصه، بدل ما هو ما بيخليك تتفرج عليها او ان انت بتشوف المناقشه بتاعتها، لا هو ابتدي يحكيها لك زي مشهد عم زكي مثلا كده، ان هو لا الناس اتضايقت قام قايل لك ان هو اتفق مع توحه ان الفلوس تقع فمش عارف ايه. المفروض يوري لك الكلام ده حصل ازاي وهو اتفق مع توحه امتى، والفلوس لما وقعت هو راح جاب الفلوس دي من الشارع ازاي، ولا مفيش الكلام ده وما عندناش وقت. مع ان المخرج بتاع العمل ده او المسلسل ده مخرج جامد جدا وممثلين عاملين الدور حلو، ولكن بسبب مشكله الوقت وان المسلسل نازل في سيزون هو خلاص هو دمر لك. يعني لو حد كان معجب بالمسلسل ده هو مع الحلقه الاخيره وفي حلقات هتحس ان حبك للمسلسل ده هيبتدي يقل شويه، ان انت بتبقى عارف ان في مسلسلات كده لو معاهم وقت المسلسل هيطلع افضل من كده بكتير. وفي الحلقه الاخيره اضطروا صناع العمل ان هم يهزروا على تاخير عرض الحلقه عشان تقريبا كانت لسه بتتمنى، فالحلقه اتاخرت 3 4 ساعات. وتاني مشكله هي الكروته بس من الطريقه التجاريه. يعني عندك مثلا مسلسل زي فخر الدلتا، المسلسل ده كان المفروض هيتعمل 15 حلقه وكله متسيستم على الكلام ده والكتابه وكل حاجه على 15 حلقه. جم قبل المسلسل او قبل رمضان بشهرين والله شركه الانتاج قالت لك لا هو المسلسل هيبقى من 15 ل 30 حلقه، وده اصلا خازوق. ان انت المفروض القفله بتاعه المسلسل المفروض هتبقى في الحلقه ال 15، انت هتقعد تمط فيها لحد لما توصل للحلقه 30، فهتحط مشاهد ملهاش لازمه، هتحط قصص انت مش هتلحق تعمل اي حاجه، انت عايز تمد الحلقه وخلاص. والكلام ده بنسبه كبيره ما كانش هيحصل مع نجم او هيحصل مع نجمه مشهوره، لا هو عشان احمد رمزي لسه جديد وبتاع وهم وافقوا على الموضوع ده، وده بنسبه كبيره ضرهم. ان هو لو المسلسل بتاعه الكوميديا بتاعته فيها مشاكل بس المسلسل 15 حلقه كانت ممكن الناس تتقبل وتحب المسلسل، عكس لو المسلسل وصل ل 30 حلقه العيوب هتبتدي تزيد وكل ده هيلبس فيه مخرج وبطل المسلسل مش حد تاني. وثالث مشكله معانا وهي ظلم الوجوه الجديده والسنيده او الناس اللي هي بتطلع في مشهدين ثلاثه او في دور صغير. ان انت لو دلوقتي لو بصيت في كل مسلسل هتلاقي فيه 3 4 مشهورين على الانستجرام او السوشيال ميديا، سواء ان هو خد دور 3 4 مشاهد او حتى مشهد واحد. وان في خبر او معلومه عن الموضوع ده انا حاسس بنسبه 90% اللي هي صح، ان دلوقتي بقت في ورش تمثيل بيروح اي حد مشهور على اليوتيوب على الانستجرام على تيك توك عشان يمثله، فالورشه دي بتبقى اسبوعين 3 بيدفع فيها من 40 ل 100 الف جنيه على وعد ان الورشه التمثيل دي ان هي بس مش هتعلمه التمثيل، لا ان هي هترشحه ان هو يشارك في فيلم او مسلسل. وده ابتديت اللي انا احسه ان انت لو بصيت في كل مسلسل دلوقتي هتلاقي فيه 2 3 مشهورين على السوشيال ميديا موجودين، سواء ان هو طلع في مشهد واحد او في كذا مشهد. فالموضوع ده بقى بيوقع العمل جدا سواء ان هو فيلم او مسلسل. ان زمان مثلا لما كنت هتتفرج على فيلم انت ممكن تلاقي فيه ممثل قال مشهد انت لسه فاكره لحد دلوقتي، زي المشهد بتاع بوشكاش مثلا لما دخل الحجز الراجل قال له اركب الموتوسيكل اللي على الحيط. المشهد ده انت لسه فاكره مع ان الراجل ده راح عمل مشهد واحد زمان بس انت لسه فاكر المشهد ده. دلوقتي المشاهد دي او الحاجات الصغيره اللي كانت بتشيل الافلام والمسلسلات انت حاسس ان هي ما بقتش موجوده. هي الدنيا دلوقتي بقت ماشيه ان هو يا اما هيجيب لك افيهات من السوشيال ميديا اتقالت 200 مره، يا اما هيجيب لك ناس اصلا من السوشيال ميديا على اساس ان انت تتفرج. والمشكله الرابعه معانا وهي الكتابه الجماعيه. وطبعا انت توقعت طالما المسلسل بيتكروت في شهرين 3 وعرضه بيتاخر وكل الحاجات دي فاكيد مش مؤلف واحد هو اللي هيعرف يلم الدنيا دي. فانت دلوقتي بقت ممكن تلاقي فيلم او مسلسل 10 حلقات ولا 15 حلقه في 4 مشاركين في الكتاب، ودي بتحصل وقلتها قبل كده ان بيبقى كل واحد ليه وجهه نظر مختلفه، اللي كاتب ده ليه وجهه نظر وده ليه وجهه نظر وده ليه وجهه نظر وستايل في الكوميديا، فلما الاثنين او الاربعه دول بيجتمعوا كل واحد بيخبط في الثاني. ومن المسلسلات اللي حصلت لها مشاكل كده والناس اتضايقت منها هو مسلسل الكبير. انا تقريبا مش فاكر كان الكبير الجزء السادس ولا الجزء السابع شارك فيه ورش كتابه بالعبط، ده ممكن يكون مثلا 10 شاركوا في الكتابه او 12 شاركوا في المسلسل ده، كل واحد اللي كاتب افيهين اللي كاتب حلقه اللي كاتب مش عارف ايه، فالمسلسل كله اتضر ان انت ما بقتش بتضحك على ولا ستايل من كل ستايلات الكتابه دي كلها. والمشكلتين اللي بعد كده قريبين من بعض وهي الترند بقى اهم من القصه، ان انت بقى في كل حلقه في اي مسلسل لازم يبقى فيه مشهدين 3 هو المنتج عارف
عارف والمؤلف ان هم دول هيبقوا للسوشيال ميديا، سواء بقى مشهد رومانسي زي اللي بيحصل دلوقتي في فخر الدلتا او مش عارف ايه، ان هم بيبقوا عارفين ان في مشاهد هتفايرال فبينزلوها ريلز ان هي تخلي في تفاعل مع المسلسل، او المشاكل او المشاهد بتاعه الخناقات بتاعه مثلا محمد رمضان، ان محمد رمضان ده عارف ان هو لما يجيب ممثل هيضربه على قفاه ويتخانق معاه، الناس هتحب اللقطه دي وهيبتدوا يشهروها ويضحكوا على المشهد. فممكن يبقى في مشاهد كتيره قوي ما تخدمش المسلسل او الفيلم نفسه، ولكن هي بتفيدهم في السوشيال ميديا وخلاص. وقبل ما نخش على المشكله السادسه، عايز افكر الناس ان هي تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، عشان ده بيفرق معانا جدا. والمشكله السادسه هي لها علاقه بالكتابه برضو، ودي اخر نقطه بتخص الكتابه، وهي بقت كتابه المسلسل بتتكتب على مقاس النجم. يعني انت زمان كنت تلاقي نور الشريف وهو بيتكلم على اختيار المسلسلات بتاعته يقول ان هو القصه عجبته جدا وحس ان هي حاجه مختلفه فعشان كده اختار الدور ده. دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده، هو في كاتب بيجي هو هيكتب مثلا المسلسل ده لاحمد العوضي، فهيكتب المسلسل ده على مقاسه، ان هو طريقته وان هو ازاي بيتحرك وازاي بيتخانق وازاي بيعمل الحاجات دي. فانت هتلاقي احمد العوضي متكرر في 4 5 مسلسلات هي عشان هي مكتوبه لطريقه احمد العوضي. وعندك احمد العوضي بيقول لك هي دي طبيعه الممثل، ان الممثل شطارته ان هو ما يمثلش فيعمل القصه هي. اتكلمت النهارده انا بعمل الشعب الناس بتحبني في الشعب، بطلع بقى ايه ها لما تلاقي ماشيه مصر ما تعرفش فيها صح؟ والله العظيم تلاقي عامل بقى ايه طالع بقى ايه بقيت يجي، ما انا هعمل لك نفس القصه بس بالبدله. عايز تشيل اونطه؟ لا عايز تشيل اونطه حصل هعمل لك نفس. فما تفهمش المنطق بتاعه، وهنبقى نشرح حته ان الممثل بيمثل بشخصيته او بيمثل بطريقته ولا المفروض يجسد شخصيات دي في فيديو تاني، عشان الحته دي هتوسع مننا جامد. والمشكلتين اللي بعد كده هم مربوطين ببعض. المشكله الاولى ان هو خلاص بقى اساسي ان لازم يطلع لك البطل هو فحل وقدوه، واتكلمنا عن النقطه دي قبل كده ان هو محدش قادر عليه. ولو الحته دي كسرت الممثل بيحس ان هي بتقل منه شخصيه، زي مثلا ممثلين كتير يقول لك انا ما اتضربش انا اضرب بس، او محدش يعمل لي مش عارف ايه، او مفيش ست كذا، فاهمني؟ فهو خلاص دي اتبنت، فبقى اي ممثل طالع هيعمل حاجه بطوله هو بالنسبه له اي حاجه هيعملها تقل من الممثل في المسلسل هي بتقل منه هي شخصيا. ودي انعكست بقى على الفيلن او الشخص الشرير اللي هو ضد البطل في اي مسلسل درامي، بقوا اضطروا يهلفتوه، فاهم؟ عشان هو ما ينفعش يبقى برضه هو فحل وقدوه ومعانا واحد تاني فحل وقدوه، الاثنين هيقعدوا يخبطوا في بعض، فلازم البطل يديله بالجزمه. فانت هتحس ان الفيلن او الشرير ده عبيط جدا، فتحس انها خلاص انت عندك البطل ده اي حد واقف قدامه هيبقى متخلف عقليا. وده كان عكس مسلسل العين السحريه. الناس حبت محمد علاء في مسلسل العين السحريه عشان هم كانوا مطلعين الفيلن او الشرير هو ليه شخصيه وذكي وبيفكر، وفي نفس الوقت هم البطل برضه خايف منه، والاثنين عاملين لبعض قيمه. عكس بقى زي ما قلت لكم مسلسلات الشعبولي دي هي بوظت الحته دي، فالعمل كله بيقع. لكن انت لما بيبقوا الدورين الاثنين شايلين بعض والاثنين مكتوبين حلو المسلسل بيعلى معاك. واخر مشكلتين معانا وهم مترتبين على بعض، وهي تغيير ذوق الجمهور اخر 15 سنه، ان في فئه اتجهت ان هي تحب المسلسلات الشعبي او تحب الستايل اللوكال مسلسلات الشعب. يعني انت تحب الناس اللي حبت الاسطوره هم جمهور جعفر العمده، هم جمهور العتاوله، هم جمهور الموناليزا، هم جمهور مسلسل الافراج. وهي بالنسبه لهم المسلسلات دي مش مسلسلات عاديه، هي المسلسلات دي بالنسبه لهم هي 10 من 10 في كل حاجه، 10 من 10 في الحبكه في القصه في الاداء في التمثيل في الاخراج في الانتاج في كل حاجه. يعني هو انت مش هتجيب لي بقى اي مسلسل تقول لي ده على مثلا مسلسل موناليزا او مسلسل عتاوله، لا، هي بالنسبه لهم المسلسلات دي رقم واحد. والفئه دي مشكلتها او المشكله بتاعتها ان هي فئه فعاله جدا، ان انت عندك مثلا لو في مليون شخص حبوا مسلسل عتاوله فالمليون دول هم قاعدين على السوشيال ميديا، عكس مثلا لو في مليون حبوا مسلسل يوسف الشريف او مسلسل يحيى الفخراني هتلاقي مثلا في منهم 50,000 موجودين على السوشيال ميديا. فعشان كده انت ممكن تحس ان نسبه الناس اللي بتحب المسلسلات دي هي اكتر بكتير. ودي بتودينا بقى للمشكله الاخيره، ان المخرجين والمنتجين والمؤلفين لما بيلاقوا قصه الناس حبتها زي مثلا بدايه مسلسل اسطوره وطريقه الشعبي بالشكل ده، لا هو ماشيه بقى خلاص كل سنه هيعمل لك نفس التيمه، ان هو بطل شعبي ليه واحد هيهلفته فهيضربه كل يوم في المنطقه وفي الاخر الراجل ده هيتغدر بيه وهكذا. فانت مش هتحس ان في المسلسلات الشعبي في تيمه مختلفه نهائي، هي نفس القصه. عكس المسلسلات الشعبي زمان مثلا في التسعينات ان كان ممكن عادي يطلع لك البطل الشعبي اللي هو صلاح السعداني فقير والدنيا جايه عليه ومش هو اقوى حد في المنطقه، او نور الشريف نفس الكلام. فلكن دلوقتي خلاص زي ما قلت لكم الحته دي هتبتدي تقل من النجم فما بقوش يعملوها. وال10 اسباب او المشاكل اللي دمرت المسلسلات اللي احنا ذكرناها دي انا حاسس ان هي كل سنه بتتوغل اكتر من الاول. يعني كل سنه تكرار اتمات نفس هي الواسطه بتزيد، كل الحاجات دي بتزيد. فمن البديهي ان المسلسلات اللي هتنزل رمضان الجاي هتبقى اسوأ من رمضان السنه دي. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص النهارده. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك وشير الفيديو وتشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش.